السلام عليكم ورحمة الله. اليوم هنعمل مع بعض شكل حنة سريع وبسيط. بجيب اللاصق الأسود زي ما شايفين كده، هقطعه. تقدروا تقطعوه بالطريقة اللي انتوا عايزينها. انا قطعته كده، هعمل شكل بسيط وسهل زي ما شايفين، ولصقته كده في الأصابع. والحنة انا عملتها معاكم قبل كده في القناة، هتلاقوا طريقة عملها. بتجيب الحنة بتعجنيها بالموية والمحلبية ميسو أو سردية وبس. خلاص كده عملتها. بعدين هبدأ أوزع الحنة في الأصابع. ودي الميسو للناس اللي ما عارفينها، دي محلبية ميسو برضو بتلاقوها عند العطار. أنا بجيبها من العطار، محلبية أو سرتية الاتنين ينفع تعملوا بيهم الحنة. وكده بوزع الحنة على الأصابع، هوزعها كويس، ما هخليها تطلع من الخط الأسود عشان ما تخرب أو تكون متساوية. أنا لابسة الجوانتي عشان ما عايزة الإيد التانية تصهر فيها الحنة، لأنه ما هعملها اليوم. بس هوزعها كده على كامل الأصابع. بعدين بعد ما خلاص نخلص منها هنخليها من ساعة لساعتين على حسب وقتك. طبعا أنا عندي طفل صغير فما هقدر أخليها أكتر من ساعة واحدة. كل ما انت تخليها لونها بيغمق، بس أنا طبعا ما هقدر أخليها كتير، فعشان كده هستخدم النشادر دي اهي شكلها كده. برضو انا بجيبها من العطار، اسمها نشادر. في بلاد تانية اسمها اعتقد بيقولوا عليها امونيا. بس هضيف للنشادر شوية ليمون. لو ما عندك ليمون كمان ممكن تضيفي بيبسي، البيبسي العادي اللي بنشربه ده كمان. بس زي ما شايفين انا اللون هنا عندي طلع خفيف عشان ما خليته كتير، فهقوم امسح فيها النشادر كده على كامل اليد. وبعد ما تمسح النشادر كده بعدين هتلبسي كيس او تلبسي جلافز عادي برضو ممكن، عشان لما تلبسي الكيس فاللون بيغمق بسرعة. زي ما شايفين ده هنا لونه طلع كده، يعني غامق احسن من اول، لانه لونه اول كان برتقالي. ده شكلها كده، وكل ما هتقعد لونه كمان هيغمق. يعني ده لونه كده الصباح، اللون بتاعها كمان انا عاملاها بالليل، فكمان لحد الصباح لونه هيبقى اسود زيادة. حاجة بسيطة وسهلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشيروه.